دي صينية مطعم حضرموت شيخ المندي اللي مشهور بيها، ودي صينية المندي اللي هنعملها في الفيديو ده. فسواء كنتوا جربتوا مطعم حضرموت شيخ المندي ولا لا، بعد ما تجربوا الطريقة اللي هنعملها بيها في الفيديو ده مش هتقدروا تاكلوا المندي بأي طريقة تانية. هنعملها بالتتبيلة البدوية الأصلية، واللحمة هتطلع معاكم دايبة وحمرا كده. وهنعمل الرز بالطريقة اليمنية الأصلية برضو، مع سلطة السحاوق المشهورة مع الأكلة دي. في الأول نجهز تتبيلة اللحمة: معلقة ملح، ومعلقة بابريكا مدخنة، ومعلقة فلفل أسود، ومعلقة توم باودر، ومعلقة بصل باودر، ومعلقة زعفران باودر. وقطعت بصلتين كبار قطع متوسطة مش كبيرة وبرضو مش مفرومين جامد، ونزلت بيهم فوق باقي المكونات. ونقلب المكونات كلها مع بعض كويس جدا، ونزلت عليهم شوية زيت زيتون صغيرين، واكمل تقليب شويه وبعدين انزل شويه زيت تانيين. وزيت الزيتون بيدي طعم حلو جدا للتتبيله، لكن ممكن نستبدله بزيت نباتي عادي لو مش متوافر. وبعد ما جهزنا التتبيله نيجي للحمه اللي هنستخدمها. انا استخدمت هنا فخده ضاني وريش، لكن ممكن تعملوها باي قطعيه تاني من اللحمه حسب ما تحبوا. المهم لو قطعه كبيره زي كده تخلوا الجزار يكسرها ويعمل فيها فتحات زي دي عشان التتبيله توصل لجوه اللحمه. نزلت التتبيله على اللحمه ودلكتها كلها كويس بيها، وما تستعجلوش في الخطوه دي عشان توصلوا التتبيله لكل حته في اللحمه وتبقى كلها لون واحد. في الاول شغلت الفرن على اعلى درجه حراره عشان يسخن عقبال ما اجهز اللحمه للتسويه. في صينيه كبيره فرشت ورق فويل بالشكل ده، قطعتين كبار بالطول وقطعه بالعرض، وبعدين صبيت عليهم ربع كوبايه ميه عشان ورق الزبده ما يلزقش في ورق الفويل وما يتحرقش. بعد كده فردت ورقتين ورق زبده كبار، واحده بالطول وواحده بالعرض بالشكل ده. وبعد ما ظبطت غلاف التسويه اللي هتتحط فيه اللحمه، دهنت رشه زيت خفيفه في القعده وفرشتها من تحت ببصل اخضر بالشكل ده. ولو البصل الاخضر مش متاح ممكن تستبدلوه بثلاث او اربع بصلات متقطعين حلقات كبار. واخيرا حطيت اللحمه فوق البصل، وبعد ما وزعتها كويس في الصينيه هنزل عليها اللي باقي من التتبيله، وكده هي جاهزه للتسويه. قفلت ورق الزبده عليها كويس، وبعدين طبقات ورق الفويل، وبعد كده غلفت الصينيه نفسها بطبقه تانية من ورق الفويل عشان اضمن اكبر قدر من الحراره جوه الصينيه. وهدخل الصينيه في الفرن اللي اكيد سخن دلوقتي لمده 3 ساعات على درجه حراره 180. ونروح نجهز الرز بتاعنا. استخدمت هنا كيلو رز بسمتي، غسلته كويس وبعدين هنقعه نص ساعه في ميه مغليه. الخطوه دي بتساعد جدا في تسويه الرز بطريقه تخليه مفلفل جدا ومش معجن. في الحله اللي هسوي فيها الرز نزلت معلقه سمنه كبيره، ونزلت عليها البهارات الكامله: لومي، وعود قرفه، ورق لورا، وفلفل حصى، وينسون نجمه، وحبهان، وقرنفل. تشويحه سريعه على النار وهنزل عليها بصله مفرومه. اديتها تقليبه بسيطه وسبتها يا دوب تدبل على النار، وبعد كده نزلت عليها قرنين فلفل حار. وطبعا دي خطوه اختياريه للي بيحب طعم سبايسي شويه في الاكل، لكن ممكن نستغنى عنها خالص. قلبتهم شويه وبعدين هنزل عليهم معلقه كبيره من السبع بهارات او ال11 بهار، وبرده تقليبه خفيفه، وانزل عليها بمعلقه ملح كبيره. وممكن بعد ما انزل الميه واقلب ابقى ادوق الميه وازود ملح لو لقيتها ناقصه ملح. نزلت الرز بعد ما صفيته من الميه السخنه وقلبته كويس جدا مع البهارات الموجوده عشان يتحمص معاهم شويه ويبدا ياخد لون، لحد ما حسيت لونه بدا يتغير بالشكل ده. فبدات انزل عليه بميه مغليه. وانا هنا مش هحدد كميه الميه عشان بتفرق من نوع رز للتاني، لكن انا بنزل كميه الميه والنار عاليه، بقلب الرز معاها تقلبتين كده لحد ما احس انه محتاج تاني انزل كميه تاني، لحد ما الاقي الميه يا دوب غطت الرز بطبقه خفيفه كده من الاطراف، بعرف انه كده تمام. فبغطي الرز والنار عاليه عليه واسيبه 5 دقايق بس، وبعدين افتح عليه تاني اديه تقليبه خفيفه، وبعدين بوطي النار على الاخر وبسيبه من 10 دقايق لربع ساعه متغطي على نار هاديه. بجهز ربع كوبايه ميه مدوب فيها معلقه زعفران باودر، وبفتح عليه بعد ربع ساعه بيكون شبه استوى. بعمل خطوط كده على الوش بالزعفران بشكل عشوائي على الرز من فوق بحيث يديه اللون المميز لرز المندي. وبعد كده بغطيه تاني واسيبه 10 دقايق كمان لحد ما يستوي على الاخر. وعقبال ما يستوي نحط حته فحمه على النار، وبعد ما الرز استوى نطفي النار وبنديه تقليبه كده من على الوش عشان نعمل فراغات في الطبقه اللي من فوق. وهنجيب اي طبق صغير يستحمل الحراره، او حتى حته ورق فويل نعملها على شكل طبق ونحط فيها الفحمه اللي ولعناها، وهننزل عليها شويه زيت صغيرين، وبعد كده نغطي الحله كويس ونسيب الرز يشرب طعم الشوي الرائع ده لمده 10 دقايق كمان. الريحه اللي طالعه دي بتفرق جدا في طعم وريحه الرز وبتديه نكهه مميزه جدا. بعد كده هنشيل الطبق اللي فيه الفحمه والرز كده اصبح جاهز، وطعمه خطير وريحته شهيه جدا، وزي ما شايفين طالع مفلفل ومفرد جدا. ومش باقي غير اننا نعمل سلطه السحاوق. في الكبه حطيت 5 طماطمات بعد ما شلت منهم الحته الخضراء اللي بتبقى من فوق دي، وحطيت معاهم قرن فلفل حار، وبرده ده اختياري بس السلطه دي المفروض بتكون حاره. ونزلت معاهم فصين توم وشويه كزبره صغيرين وليمونتين معصورين عليهم معلقه ملح صغيره، وهضربهم كلهم مع بعض كويس جدا لمده 3 دقايق عشان اوصل لقوام سائل تماما ما فيهوش اي قطع. ده القوام المطلوب. هتاخدوا بالكم وانا بصبه ان مفيش اي قطع وكله بدرجه واحده. ولو حسيتوا انه تقيل نوعا معاكم وده هيكون عشان حجم الطماطم كان كبير،
فممكن تزودوا شويه ميه صغيرين اقل من ربع كوبايه، بس ما تزودوش عن كده عشان الميه ما تفصلش عن الطماطم بسبب الليمون اللي معاها. ودلوقتي نحطها في التلاجة ونجهز المكسرات اللي هنرشها على الوش. في طاسه سخنه على النار فيها شويه زيت هنزل كميه المكسرات اللي عندي، ودي حسب الرغبه طبعا، وبقلبهم بسرعه كده على نار عاليه لحد ما يبداوا ياخدوا لون ويتحمصوا، فبرفعهم من على النار. وفي نفس الطاسه مع شويه زيت تانيين بنزل الزبيب، وهو برضو حسب الرغبه، وهو في منه انواع كتير، بس بما ان دي اكله يمنيه فانا مستخدم هنا الزبيب اليمني الطويل. وبرضو بقلبه شويه بسرعه كده لحد ما يبدا يتنفخ وياخد لون، فبرفعه من على النار. وكده مش ناقص غير اننا نطلع اللحمه بعد ما تستوي. بعد ما عدى 3 ساعات وشويه طلعت اللحمه من الفرن، وناخد بالنا واحنا بنفتح ورق الفويل عشان طبعا بيكون سخن جدا. وده كان شكلها بعد ما استوت. في صينيه تقديم كبيره نزلت الرز ووزعته بشكل كويس. وممكن تشيلوا البهارات الكامله لو مش عايزينها تيجي في الاطباق بالغلط، بس هي بتدي شكل وريحه حلوه في الصينيه. بعد كده رصيت قطع اللحمه فوق الرز بالشكل ده، وبرش عليهم المكسرات والزبيب اللي حمصناهم. ومش فاضل كده غير اننا ندوق الطعم. الصينيه عموما طبعا شكلها رائع وحلو جدا في العزومات، واللحمه مستويه ودايبه لدرجه اني مكنتش عارف امسك حته كبيره عشان افرجها لكم زي ما انتم شايفين. ولونها من جوه احمر وشهي، وطعم التتبيله فيها اكتر من رائع، والرز شارب من طعم الفحم، فريحته مع البهارات اللي فيه كانت عامله ميكس مميز جدا. وضيف عليهم طعم السحاوك مع المكسرات هتلاقي نفسك بتاكل حاجه عظيمه. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، وشكرا ليكم على المشاهده.